ب8 كيلو واحد من الجاهز عملت كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي، فولية وحمصية وسمسمية، أوفر وأطعم من الجاهز. استني معايا وهقولك عملتها ازاي، وهقولك على سر القرمشة، وهقولك على التسوية المظبوطة للسكر. وفي غلطة عملتها وأنا بعمل السمسمية هقول لكم عليها في آخر الفيديو عشان نستفاد كلنا. يلا بينا نبدأ. في الأول بسم الله، معايا نص كيلو من الفول السوداني، هنفرده في صاج وندخله الفرن ياخد تحميصة كده. عاوزه يخرج الرطوبة اللي فيه ويفضل سخن لما نجهز العسل. هجهز هنا الصينية وأدهنها بالزيت، والبولة كمان أدهنهم كويس بالزيت. وفي حلة هنضيف كوبايتين من السكر ونص كوباية من المية، هنرفعهم على النار ونقلبهم كويس لحد ما السكر، ولما يبدأ يغلي هضيف معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. وبعد كده مش هنقلب هنسيبها بقى لحد ما تبدأ تاخد لون كده. بعد ما جهزت العسل هنخرج السوداني من الفرن، وعلى طول هصب عليه العسل وهو سخن. العملية دي لازم تكون بسرعة، وفي نفس الوقت تخلي بالكم عشان العسل بيبقى سخن جامد. هنقلب لحد ما السوداني كله يتغلف بالعسل، وبعد كده هجيب الصينية وافرده فيها. بعد ما قلبنا السوداني كويس هنبدأ نفرده في الصينية زي ما انتم شايفين. هتلاحظوا ان العسل بيمسك بسرعة. هنبدأ نوزعها كويس في الصينية زي ما انتم شايفين، وتتفرد معانا بكل سهولة اهي طالما لسه الخليط سخن. هنضغط عليها كويس، جبت كيس سلوفان وبصينية تانية هضغط عليها كويس زي ما انتم شايفين، وهي لسه دافية هنبدأ نقطعها زي ما انتم شايفين المقاسات اللي تحبوها. ما تخرجوهاش من الصينية إلا لما تبرد تماما، سيبوها تبرد تماما زي ما انتم شايفين النتيجة عاملة ازاي. بصوا القرمشة. هنبدأ نجهز الحمصية بنفس الطريقة، نفس المقادير، بس أنا الحمص هنا كان معايا 400 جرام بس. عملت كوباية من السكر ومعلقتين كبار من عسل الجلوكوز بنفس طريقة العسل اللي عملناه بتاع السوداني. هنقلبها زي ما انتم شايفين لحد ما الحمص كله يتغلف بالعسل. هنبدأ نفردها في الصينية بنفس الطريقة، ننزل الكمية كلها وبسرعة نفردها. أهم حاجة نخلي بالنا على ايدينا عشان العسل بيبقى سخن، وفي نفس الوقت العملية دي لازم تتم بسرعة عشان العسل بيمسك بسرعة. سر القرمشة في تسوية العسل الصح، بنضغطها بنفس الطريقة عشان كلها تتوزع كويس، وهنبدأ وهي سخنة نقطعها بنفس الطريقة برضو المقاسات اللي انتوا تحبوها. هنسيبها تبرد تماما بعد ما نقطعها. شايفين الجمال؟ زي المحلات وأحسن، حاجة معمولة في البيت ومضمونة، وهتعملوا ضعف الكمية ب8 كيلو الجاهز. هنجهز السمسمية بنفس الطريقة، 400 جرام من السمسم وكوباية من السكر. هنفردهم في الصينية بنفس الطريقة، طبعا الصينية مدهونة. هنبدأ نفرد بسرعة. وهي سخنة هنقطعها. بصوا بقى الجمال، حاجة ممتازة جدا والله. شايفين جمال السمسمية طالعة مظبوطة ازاي؟ وهنا دي غلطة حبيت برضه أوريها لكم عشان كلنا نتعلم ويبقى استفدنا من الفيديو. أنا هنا السمسمية دي كنت عاملها قبل التانية، بس العسل سكر مني علشان استخدمت نفس الحلة اللي كنت عامل فيها السكر قبل كده. طبعا كان على الأطراف في السكر القديم، فعمل بص سكر ازاي، فالنتيجة طلعت مش مظبوطة خالص. فياريت ما نغلطش نفس الغلطة.
ونستخدم نفس الحلة اللي كنا عاملين فيها السكر، يا نغسلها يا نستخدم حلة تانية. وبكده عملنا أحلى تشكيلة حلاوة المولد في البيت، فولية وحمصية وسمسمية. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واكتبولي في التعليقات لو جربتوها. وبالهنا والشفا، وأشوفكم على خير إن شاء الله في وصفة جديدة. السلام عليكم.